أهلا ومرحبا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. مركز الكفاءة المؤسسية يقيم أنشطته. اختتام أسبوع تنظيم الشباب العمال في عصب. الدراج هينوك يتوج ببطولة رواندا. الناخبون في نيجيريا يختارون رئيسا جديدا للبلاد في واقع أزمة أمنية. إيران تكشف عن صاروخ جديد يمكنه إصابة السفن الأمريكية. شولتز يصل إلى الهند حاملا الملف الأوكراني. مرحبا بكم. قيم مركز الكفاءة المؤسسي أنشطته لعام 2022 في اجتماع عقده في 25 من فبراير في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال، وبحث خطة عمل عام 2023. وقدم مدير المركز بالإنابة الدكتور أبيل هبت ميكائيل توضيحا حول أعمدة الكفاءة المؤسسية وإدارة العمليات ومقاس تنفيذ العمل وتحليله إدارة المعرفة والتركيز على نتائج العمل بالنظر للمستوى الحالي والنتائج المخطط الوصول إليه. وتناول الاجتماع التقارير المقدمة بشأن برامج التدريب المقدمة عام 2022 في مختلف المواضيع والدراسات والخدمات الاستشارية لإدارة البيئة وتقوية كفاءة القيادة والإدارة في إدارة الإقليم الأوسط، بالإضافة في الإدارة والمالية تماشيا مع خطة عمل عام 2023. وبحث الاجتماع التقارير المقدمة موصيا للدفع بمميزات وتشجيع العمل المؤسسي بالخطة الاستراتيجية. أقيم مركز الكفاءة المؤسسي الحكومي في شهر أغسطس عام 2006 لتطوير وترسيخ الإنتاجية والفعالية والمساءلة في المؤسسات. أعلن مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية تسني السيد أحمد إدريس تواصل الجهود لرفع الإنتاج الزراعي المروي والمطري، وذكر وجود 170 مزارع يقومون بالتنمية المروية في مساحة حوالي 2000 هكتار على ضفاف نهر القاش، وذكر إنتاج أكثر من 85 ألف كنتال من الخضروات وحوالي 20 ألف كنتال من الفواكه من البساتين وحوالي 74 ألف كنتال من الزراعة المطرية العام الماضي. وأشار إلى تكاثر جيد للمواشي التي تحصل على الخدمات البيطرية، داعيا المزارعين الاهتمام لتمهيد الأراضي الزراعية والعلف الزراعي. وذكر الوضع المقلق لحرائق الغابات المتكررة والقطع الجائر للأشجار في المديرية، مناشدا جميع المواطنين المشاركة بمسؤولية للحد منها. اختتمت في عصب في 23 من فبراير الجاري فعاليات أسبوع الشباب العمال التي جرت لأكثر من شهر تحت شعار أن بناء شاب كفؤ مسؤولية الجميع. واشتمل الأسبوع على السيمينارات والزيارات إلى الأماكن التاريخية والتنموية ومسابقات المعلومات العامة والمنافسات الرياضية حسب ما أفاد به مسؤول الشباب في المديرية الشاب علي أحمد حايو. وذكر أنه شهد مشاركات واسعة ومنافسات حادة، مشيدا بمساهمات الإدارة وفرع المفوضية والرياضة في المديرية. وقال مدير المديرية سيد تسفاي زرعي أن بناء الشاب كفؤ ومنافس مسؤولية كافة الجهات الحكومية والمواطنين، مؤكدا وقوف إدارته إلى جانبهم. ووزعت الجوائز على الفائزين في المناسبات. يضم تنظيم الشباب العمال في المديرية حوالي 800 عضوا. نظمت الشرطة الإريترية في إقليم عنسبة سيمينارا قانونيا للطلاب من 21 وحتى 24 من فبراير. وناشد مسؤول مكافحة الجريمة الرائد والدو
زولدي بعد أن ذكر الجرائم والمخالفات ناشد الشباب لرفع الوعي القانوني والتحلي بالأخلاق الحميدة والابتعاد من كافة الأفكار السلبية، وشرح بالأرقام الجرائم والمخالفات والحوادث الطبيعية التي شهدها الإقليم العام الماضي. من جانبه أوضح مسؤول تحقيقات الحوادث المرورية الملازم قرماي تسفاي أسباب الحوادث المرورية، داعيا المجتمع عامة وأولياء الأمور خاصة للمساهمة في مكافحة الحوادث المرورية. وذكرت التقارير المقدمة في الاجتماعات بأن الحوادث المرورية التي وقعت العام الماضي أدت لمصرع 5 أشخاص وإصابة 207 بجروح وخسائر في الممتلكات قدرت بحوالي 4 مليون نقفة. ودعا قائد مركز الشرطة الأول الملازم أمن نايزودي المجتمع رفع المعرفة بالقانون والمساهمة لمكافحة الجريمة. توج الدراج الإريتري المحترف هينوك مولوبرهام ببطولة رواندا لعام 2023 ليصنع تاريخا خالدا. الدراج هينوك بطل أفريقيا في عامي 2022 و2023 فاز بالمرحلة الثامنة والأخيرة من طواف رواندا بالمركز الأول متفوقا على أشهر الدراجين الأوروبيين، كما فاز بالميدالية الذهبية في بطولة غانا في 13 من فبراير الجاري، واستطاع تحقيق إنجازين عظيمين خلال أسبوعين شغل بذلك الإعلام الرياضي. ووجدت منافسات المرحلة الثامنة اهتماما أكبر بتحقيق المراكز الأولى كل من الدراج الإريتري هينوك والإيطالي والتر والبلجيكي ليزرف متأخرا ب3 ثواني. وعندما وصل هؤلاء الدراجون الخط النهائي مع المجموعة الأولى حقق هينوك انتصارا مهما ومزدوجا للزمن والمرحلة بعد أن قطع الدراجون 1130 كيلومترا خلال 8 أيام ليفوز الدراج هينوك بالمركز الأول ويرفرف علم البلاد مصحوبا بالنشيد الوطني أمام الآلاف من عشاق اللعبة. واحتفل المواطنون في رواندا بفوز هينوك والمنتخب الوطني. وانتقل الدراج هينوك من المرتبة 311 إلى المرتبة 24 بتحقيقه المركز الأول في مرحلتين من طواف رواندا لهذا العام. وظلت تراقب الأندية الأوروبية الكبرى الدراج هينوك عن كثب فيما احتل المرتبة الثانية بعد بوكاشار متدرجا 445 مستويات في إنجازات BCA، كما ظلت البلاد ترتقي يوما إثر آخر. وقال هينوك الفائز 6 مرات بأفضل دراج أفريقي أنه أجرى استعدادات جيدة لفترة 3 أشهر ويشعر بفخر واعتزاز لإفشال كافة التحديات التي واجهتها من خصومه. وقال أفهم مدى الاحتفالات الوطنية بهذا الإنجاز ولذلك أهنئ الشعب الإريتري في الداخل والخارج. وفاز بطواف رواندا منذ عام 2019 بشكله الجديد 2.1 مرهاوي قدوس في ذات العام وعامي 2020 وعام 2022 نتنائل تسفاتين ليفوز به دراجون إريتريون خلال 5 أعوام. الجدير بالذكر بأن الدراج الأولمبي دانييل تخلا هيمانوت فاز بطواف رواندا في عام 2010. فاصل ونعد لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي شرع الناخبون في نيجيريا في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية على وقع أزمة اقتصادية وأمنية. ولم يترشح الرئيس الحالي محمد بخاري 80 عاما بعد ولايتين شهدتا تفاقما انعدام الأمن والفقر في هذا البلد. ودعا أكثر من 87 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في 176 ألف مركز تصويت لانتخاب الرئيس خلفا لبخاري من بين 18 مرشحا بالإضافة إلى نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ. وتعهد هذه الانتخابات مصيرية لمستقبل البلاد، حيث تشير التقديرات إلى أن تصبح نيجيريا البالغ عدد سكانها 216 مليون نسمة في عام 2050 ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، بينما تواجه منطقة غرب أفريقيا خطر انتشار أعمال العنف الجهادية.
وسيرث الرئيس المقبل لأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية وأكبر دولة نفطية فيها سلسلة من المشاكل، من أعمال العنف الإجرامي والجهادي في الشمال والوسط إلى اضطرابات الانفصالية في الجنوب الشرقي والتضخم الجامح والفقر المستشري. قدم الحرس الثوري الإيراني صاروخا جديدا بمدى 1650 كيلومترا وسط توتر مع الغرب بشأن بيع طائرات مسيرة لروسيا. وقال قائد القوات الجوية للحرس الثوري الجنرال أمير علي حاجي زاده: أضفنا صاروخا جديدا يصل مداه إلى 1650 كيلومتر إلى ترسانة الجمهورية الإسلامية. وعرض التلفزيون الإيراني مشاهد لاختبار الصاروخ الذي شوهد وهو يحلق فوق منطقة صحراوية ويصل أخيرا إلى هدفه. وأشار حاجي زاده إلى أن طهران تمتلك صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر يمكنها إصابة حاملات الطائرات الأمريكية في المحيط الهندي والبحر الأحمر والمتوسط. وتشكل الصواريخ البالستية الإيرانية مصدر قلق للولايات المتحدة وأوروبا وبعض دول الشرق الأوسط، رغم أن سلطات طهران تقول إن لها دور دفاعي ورادع فقط. وصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث من المتوقع أن يناقش مع رئيس الوزراء الهندي الحرب في أوكرانيا وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وقال شولتز للصحفيين بعد أن استقبله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الرئاسي: سنناقش بشكل مكثف جميع الموضوعات ذات الصلة بتنمية بلادنا وكذلك السلام في العالم، وهو أمر مهم. وقال شولتز خلال زيارته التي تستمر يومين إن حرب أوكرانيا كارثة كبيرة وأن التعاون بين الهند وألمانيا مهم جدا، فيما قال مودي إن العمل مستمر من أجل توسيع العلاقات مع ألمانيا في مجالات الأمن والتعاون الدفاعي، مضيفا أن شولتز يفهم قوة العلاقات الهندية الألمانية. أعادت باكستان فتح معبر طورخام الحدودي مع الجارة أفغانستان المجاورة أمام الحركة العامة والنشاط التجاري. وأغلقت إدارة طالبان الأسبوع الماضي حدود طورخام التي تربط إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان بإقليم ننكرهار شرق أفغانستان من جانب واحد. وأعلنت إدارة الأفغانية في وقت لاحق إعادة فتحه، إلا أن السلطات الباكستانية رفضت إعادة فتح الحدود بحسب ما قاله مسؤولي محلي للأناضول عبر الهاتف. والأحد الماضي أطلقت كابول من جانب واحد المعبر الحدودي على خلفية تبادل لإطلاق النار بين قوات الحدود الاثنين. ويأتي التطور الأخير بعد 3 أيام من لقاء وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف مع نائب رئيس الوزراء الأفغاني بالإنابة الملا عبد الغني بارادر ووزير الدفاع بالإنابة الملا محمد يعقوب في العاصمة الأفغانية كابول. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. مركز الكفاءة المؤسسية يقيم أنشطته. اختتام أسبوع تنظيم الشباب العمال في عصب. الدراج هينوكي توج ببطولة رواندا. الناخبون في نيجيريا يختارون رئيسا جديدا للبلاد على وقع أزمة أمنية. إيران تكشف عن صاروخ جديد يمكن إصابة السفن الأمريكية. شولتز يصل الهند حاملا الملف الأوكراني. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.